أول رمضان مش هاسمع أغاني تاني نهائي، هافضل أسمع عادي أغاني لحد قبل رمضان عادي جدًا، بس أول يوم رمضان ده لأ، أنا هابطّل أغاني خالص وهابقى حد تاني، ومش هاسمع أغاني طول شهر رمضان خالص، ممكن بعد رمضان أبقى أسمع عادي، بس طول رمضان مش هاسمع، ودي كانت أكبر غلطة. فكرة إنك تستنى أول يوم رمضان علشان تبدأ كل حاجة جديدة وتبدأ تبطّل أغاني وتقرأ في المصحف عشان تختمه في رمضان وتنتظم في صلاتك وتنظّم كل حاجة، ده غلط تمامًا. ليه بقى؟ لأن طبيعي التغيير المفاجئ في حياتنا لازم هيبوظ. يعني انت لما تيجي هتقول ان انت هتبطل اغاني اول يوم رمضان وهتبدأ خلاص طول شهر رمضان ما تسمعش اغاني، طبيعي هتضعف. طبيعي. ليه؟ لان انت ما بدأتش ان انت تستعد للمرحلة دي تدريجيا. ممكن بعد الفطار تضعف تسمع اغاني، ممكن وانت صايم تضعف تسمع اغاني او تتفرج على فيديوز فيها اغاني، فبالتالي هتضعف ومش هتكمل. فعلشان تدخل فعلا رمضان وانت جاهز لازم تبدأ تعمل شوية استعدادات قبل رمضان من خلال عادات بسيطة جدا في يومك. فبدأت أول حاجة إن أنا أعملها عشان أبدأ إن أنا أستعد لرمضان وهو القرآن. واحنا كل سنة في رمضان بنبقى عايزين نختم المصحف، ممكن مرة واحدة أو مرتين تلاتة. فإن أنت واحد أصلا ما بتقرأش في المصحف بقالك شهرين تلاتة أربعة وجاي عايز تختم المصحف في رمضان، فبدأت أول حاجة إن أنا أعملها إن أنا أقرأ على الأقل صفحة كل يوم. مجرد إن أنت تعود نفسك إن أنت تقرأ في القرآن كل يوم دي هتكون مسهلة عليك، وكمان هتحس إن ده بقى شيء طبيعي عادي فيك. تاني حاجة بقى بدأت أظبطها وهي الصلاة. أنا كنت ساعات بانتظم في الصلاة وأرجع أقطّع، أنتظم وأقطّع وكده، فده طبعًا غلط تمامًا. فبدأت إن أنا على الأقل حتى لو نايمة طول اليوم وما صليتش حاجة، أصحى أصلّي عادي اليوم كلّه، لو كنت برّه وجيت ما أكسّلش وأصلّي اليوم كلّه. أهم الحاجات بقى اللي فعلًا بدأت أشتغل عليها وهي الأغاني. كنت دايمًا باغلط نفس الغلطة، أقول هابدأ في أول رمضان مش هاسمع أغاني تاني نهائي، هافضل أسمع عادي أغاني لحد قبل رمضان عادي جدًا، بس أول يوم رمضان ده لأ، أنا هابطّل أغاني خالص وهابقى حد تاني، ومش هاسمع أغاني طول شهر رمضان خالص، ممكن بعد رمضان أبقى أسمع عادي، بس طول رمضان مش هاسمع. ودي كانت أكبر غلطة، لإني كنت عادي باجي بعد الفطار أضعف عادي، كنت باسمع أغاني مثلًا في الearbod أو ممكن أتفرّج على فيديوز كتير فيها أغاني، حتى وأنا صايمة كنت ممكن أقعد أscroll عادي على التيك توك وأسمع أغاني. فده كان غلط جدًا، لإن ما ينفعش حاجة أكون على طول قاعدة باعملها وآجي في يوم وليلة أقول لأ، أنا خلاص هابطّلها ومش هاعملها تاني. غلط، هتضعفي وهترجعي تعمليها. فبدأت من حوالي قبل رمضان ب3، 4 شهور إن أنا أحاول إن أنا أقلل أغاني، ما قُلتش أبطّلها، ولكن إن أنا أحاول أقللها تدريجيًا، مش مرّة واحدة. أنا أقعد أشغّل أغاني في البيت على الصَب أو ممكن أقعد على طول أحُط الearbuds في ودني وأقعد أشغّل أغاني كتير جدًا، جدًا وأنا باروّق أقعد أشغّل أغاني، ولكن بدأت واحدة، واحدة إن أنا أستبدل الأغاني ديّة اللي أنا باقعد أشغّلها وأنا باعمل أي حاجة، أستبدلها بpodcast حاجة هتفيدني. بعد كده بقى الذكر والتسبيح، خاتم التسبيح دوّة يبقى دايمًا معاك في كل حاجة، في كل يومك، فبالتالي هيكون حاجة أساسية في يومك وجزء من يومك. ورمضان شهر بييجي في السنة مرّة واحدة بس، فإحنا مش عارفين السنة الجاية هنكون موجودين والّا لأ، فنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نستغل شهر رمضان ده بكل الطرق، ونبعد عن أي حاجات تانية ممكن إن هي تضيّع وقت. بدأت كمان إن أنا أحاول أقلل استهلاكي لكل الحاجات اللي ممكن تضيّع وقتي، مش بس الأغاني، لأ كمان بدأت أحاول السوشيال ميديا، الموبايل، المسلسلات والأفلام، كل الحاجات اللي ممكن تضيّع وقتنا. كمان خاصةً في رمضان بيبقى في مسلسلات كتير نازلة بقى وحاجات كتير أوي، أوي بنبقى عايزين نقعد نشوفها. فبدأت واحدة، واحدة إن أنا أعوّد نفسي على إن أنا أقلل الموبايل، أقلل المسلسلات والأفلام، أقلل الأغاني، أقلل استهلاكي للسوشيال ميديا، كل ده واحدة، واحدة بدأت إن أنا أقللهم عشان لمّا آجي أدخل رمضان أكون عادي دي حاجة أنا متعودة عليها. وتحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تستبدلي كل الوقت اللي أنتِ بتضيّعيه ده بحاجة تانية أحسن، خاصةً كمان إن الوقت بتاع قبل رمضان ده كلنا بنبقى في أجازة نُص سنة، حتى ثانوية عامة برضه بيبقوا في أجازة نُص السنة. فحاولوا إن أنتم الوقت اللي أنتم واخدينه أجازة ده مش معناه إن أنتم خلاص ما تذاكروش، ما تتعلموش حاجات جديدة، لأ حاولوا إن أنتم تتعلموا حاجات جديدة. ومش باقول لِك إن أنتِ تنزلي تروحي كورسات ولا أي حاجة، أونلاين ما فيش أسهل منه. افتحي أي منصة تعليمية، افتحي يوتيوب، اتفرجي على master class، workshop، podcast، على أي حاجة أنتِ حابة تتعلميها، أي حاجة، وابدئي إن أنتِ اتعلمي فعلًا حاجات جديدة، مش مجرد إن أنتِ في أجازة فأنا خلاص مش هاتعلم حاجة بقى وواخدة break وكل الكلام ده. استغلي كل دقيقة في وقتها، افتحي أي فيديو لأي حاجة أنتِ حابة تتعلميها وابدئي إن أنتِ تتعلميها من البيت، أي حاجة حابة تعلميها ابدئي اتعلميها، ما تقعديش عشان أنتِ في أجازة فأنا خلاص لأ أنا هاوقّف تعليم بقى وأوقّف الحبة دول break ما اعملش فيهم أي حاجة. استغلي كل لحظة في وقت، اقرأي كتاب جديد، اتعلمي حاجة جديدة في يومِك، هاتي النوت بوك بتاعتِك اقعدي اكتبي فيها كل الحاجات اللي وراكِ، اتكلمي فيها عن كل حاجة أنتِ حاساها، فرّغي كل اللي في دماغِك، دبّري المصحف، يعني في 100 طريقة ممكن تستغلي فيها وقتِك بطريقة مفيدة.
وكمان حاجات هتفيدِك وهتعلّمِك حاجات جديدة، وهنا مش باقول لِك إن أنتِ تمنعي إن أنتِ تمسكي الموبايل أو إن أنتِ تمنعي نفسِك إن أنتِ تتفرّجي على أفلام ومسلسلات، لأ، لإن دي حاجات رفاهية، فطبيعي أنتِ لازم هتعمليها، ما باقولكيش تمنعيها، ولكن تحاولي تستخدميهم فعلًا صح، يعني استخدميهم في إدارة وقت منظّم. الموبايل مثلًا أنا باحاول على قد ما أقدر ما امسكوش غير لو عندي شغل أو عايزاه في حاجة مهمة، ولو عايزاه لحاجة ترفيهية ولكن وقت بسيط جدًا، الأفلام والمسلسلات كذلك، السوشيال ميديا برضه كذلك، وده مش بس علشان رمضان، ده في حياتك كلّها عامةً، يعني أنت بتقعد تقول أنا عايز أنجح، عايز ربنا يوفقني في حياتي، وعايز أعمل إنجازات كتيرة أوي، أنجح في دراستي وأنجح في شغلي، وأعمل حاجات كتيرة أوي، 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 وأعمل إنجازات كبيرة، وأنا أصلًا مش مديّة وقت لعلاقتي مع ربنا، فإزاي هانجح في كل ده وأنا أصلًا مش مديّة الوقت لعلاقتي مع ربنا؟ في الآخر هارجع أقول لكم تاني إن أنتم مش هينفع تيجوا تغيّروا حياتكم كلّها أو حاجة عامةً كنتم بتعملوها كل يوم في لحظة، مش هتعرفوا تعملوا ده وهتضعفوا، ممكن تبطّلوها فترة ولكن هترجعوا تضعفوا تاني، فلازم تبدأوا تستعدوا لكل حاجة بعادات بسيطة تدخّلوها في يومكم، مش شرط رمضان بس، ولكن لأي حاجة جديدة أنتم عايزين تعملوها، تبدأوا تدخّلوا عادات بسيطة في يومكم هتتحسّنوا تمامًا، وقولوا لي بقى أنتم كمان استعديتوا إزاي لرمضان. باي، باي.